السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة. كنتمنى تكونوا على خير وانتم كتسمعوني. اليوم غادي نعاود لكم على واحد الجريمة إنسانية أنا شخصيا اثرت فيا، وقعت في مصر والصحافة مازال حتى لدابا كيهضروا عليها. فبلا ما نطول عليكم كتر خلينا نبداو القصة. في محافظة مصرية الاسم ديالها المنوفية، كانت عايشة أسرة فقيرة، الدخل ديالهم محدود وقليل. الأسرة كتكون من أم وأب ووليداتهم. الأب كان مداوي الاحتياجات الخاصة، وهذا الشيء اللي كان كيخلي مراته هي اللي تخرج تخدم عليهم. كانت كتخرج تبيع الخبز، تخرج تخدم عند الناس في الديور، في الفلاحة، المهم أي خدمة حلال تقدر تخليها تعيش هي وراجلها وولادهم. هاد العائلة كانت عندهم بنت الاسم ديالها إيمان. إيمان كان عمرها 20 عام، حتى هي مداوي الاحتياجات الخاصة فحال باباها. كانت عندها إعاقة ذهنية واصلة ل61%، وهاد الشيء اللي كيخلي إيمان بحال بنت صغيرة وخا عمرها 20 عام. كانت إنسانة اللي فيها واحد البراءة كبيرة، لأنكم عارفين الناس اللي عندهم إعاقة ذهنية فهم كيكونوا ناس بريئين، ما كيعرفوش الخبث، ما كيعرفوش الشر، وإيمان كانت بحال هكذا. المهم الأم كانت هي المعيل ديال الأسرة. الظروف راها قاسية عليها ما بين الخدمة والدار والوليدات. الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيها على الصبر ديالها. في الدار كانت عايشة معهم حتى واحد العمة ديالها، وحتى هي كانت عندها إعاقة ذهنية. المهم إيمان ملي كان في العمر ديالها 12 عام وهي كيجيو الناس يخطبوها لولادهم، ولكن الأم ديالها كانت كترفض بحكم أن إيمان 12 عام يعني راه مازال طفلة. ولكن فاش غادي توصل 20 عام فماماها غادي توافق أنها تزوجها. صراحة أنا شخصيا كنشوف أنه الإنسان اللي عنده تأخر ذهني فهو صعيب عليه أنه يتزوج، لأنه الزواج كتجي معاه واحد المسؤولية اللي كبيرة بزاف. وكنشوف أنه يعني ما غاديش يقدر يربي وليدات، يسهر، لا يسمح لنا من الوالدين. التربية راه ماشي سهلة، وحتى الوليدات فهما يقدروا يتساعدوا عندهم تأخر ذهني بحال الحالة ديال إيمان، فهي باباها هو اللي عنده تأخر ذهني، وحتى هي وخوتها عندهم نفس الحاجة. المهم خليو لي رأيكم في الموضوع ونكملوا القصة ديالنا. هنا مامات إيمان والعائلة ديال العريس غادي يتفقوا على واحد النهار ديال الخطوبة، وغادي يوصل فعلا هذاك النهار. خالة إيمان غادي تكون هي اللي مكلفة بها هذاك النهار، كتقاد ليها وهي كتبدل ليها حوايجها. غادي تلاحظ بلي كرشها كبيرة، وإيمان غادي تقول لخالتها بلي ضرها ضرها. هنا خالتها غادي تعيط لواحد اختها حتى هي معاهم في نفس الدار، وبجوج بيهم غادي يديوها عند واحد الطبيبة. وهنا الطبيبة غادي تأكد ليهم بلي البنت حاملة وفي الشهر الخامس. هما غادي يتصدموا، غادي يرجعوا عند اختهم للدار وغادي يقولوها ليها. مامة إيمان حتى هي غادي تحس بانهيار عصبي، غادي تحس باللي فضيحة وقعت ليها، وغادي تبدا تغوت وتحاول تهدر مع بنتها باش تفهم شكون اللي دار فيها هاد الحالة، شكون اللي دخل الدار وهي ما كايناش. الأم غادي تعاود تدي بنتها عند الطبيب، ونفس الحاجة الطبيبة غادي تأكد ليها بلي إيمان حاملة. فاش الطبيبة غادي تعرف بلي إيمان ما مزوجاش وبلي هي من أصحاب الهمم، فهي غادي تقول الأم باش تمشي عند الشرطة وتعاود لهم هادشي اللي واقع لبنتها، باش يديروا تحقيق يعرفوا شكون اللي تعدى على إيمان وياخدوا حقها. إيمان غادي تقول لماماها بلي جوج رجال من الجيران ديالهم هما اللي تعداو عليها. واحد كان العمر ديالو 20 عام قدها، واحد آخر كان العمر ديالو 50 عام. وغادي تقول ماماها بلي هددوها باش تسكت، وقالوا ليها عندهم معارف في البوليس، وإذا قالت شي حاجة لماماها فهما غادي يقتلوها. وهي طبيعي غادي تخاف وغادي تسكت، لأنه قلت لكم إيمان فهي كانت عندها إعاقة ذهنية وكانت بحال يعني العقل ديالها بحال شي طفلة صغيرة. تخيلوا البشاعة والضغط والخوف اللي عاشت هاد البنت. تحقيقات غادي تبدا مع المجرمين اللي في الأول غادي ينكروا،
ولكن من بعد اعترفوا بالجريمة ديالهم، لأنه الشرطة غادي تجيبهم هما ورجال آخرين، وإيمان غادي تقدر يعني تتعرف عليهم. إيمان غادي تولد طفل صغير، وليد بريء حتى هو فحال ماما، ما عنده حتى شي ذنب في هاد الشي. وهنا طبيعي الشرطة غادي يديروا تحليل DNA باش يشوفوا شكون في هاد المجرمين هو يعني الأب ديال هداك الوليد. وهنا غادي تكون صدمة، لأنه حتى شي واحد فيهم ما غادي يكون هو بابا الولد. يعني إيمان تعدى عليها شخص آخر، وهي مازال ما قالتهاش لماماها أو للبوليس. تخيلوا أن واحد العائلة ديال واحد من هادوك المجرمين اللي تعداو عليها وصدق ماشي هو الأب غادي يمشيو عند مامات إيمان، يفرحوا ويغنيو باش يشمتوا فيها ويقولوا لها شوفي منين بنتك جابت هاد الولد. تخيلوا القسوة والخبث اللي عند هاد الناس، كيفاش فرحانين وكيف تاخروا ولدهم راه واخا ماشي هو الأب، راه خطأ، راه غلط وتعدى على بنت يعني عندها إعاقة ذهنية. واخا ما تكونش عندها إعاقة فهو كيبقى غلط كبير أنه يتعدى على مرأة. هنا الأم خرجت كتهدر في منابر إعلامية، كتطالب الناس والبوليس باش يعاونوها، لأنه دابا هي تزادت عليها المسؤولية، ولات عندها مسؤولية ديال وليد صغير. هما أصلا واحد الأسرة اللي فقيرة، وهي بوحدها اللي خدامة عليهم كاملين، فهي ما عندهاش فلوس محامي، ما عندهاش فلوس يعني باش تقدر تتبع القضية. هي واحد المرأة اللي مضاربة غير مع الزمان باش تاكل هي والعائلة ديالها ويعيشوا بوقار وباحترام. القضية مازال جديدة، مازال التحقيقات انكور، ومازال ما تعرفش شكون هو بابا هداك الطفل. مع الأسف إيمان حتى هي مازال ما قالت شكون الشخص الثالث، ما عرفتش واش مازال غير شخص واحد أو أكثر يعني اللي تعداو عليها، ولكن لحد الآن فهي درات غير على هادوك الشوش. الضحية في هاد القصة هي إيمان، هداك الوليد اللي الله تزاد، الأم اللي كتقاتل بوحدها ضد الفقر، ضد الظلم والحق ديال بنتها. والأهم أننا نعرفوا بلي الإعاقة ماشي عيب وماشي جريمة. الجريمة هي الاستغلال، الجريمة هي أننا نتعداو على هدوك الناس ونستغلوهم، نهددوهم ونسكتوا على الحق ديالهم. فهو أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة خاص واحد الحماية، خاص العائلة والمجتمع يكونوا واعيين بلي هاد الفئة راه أكثر عرضة للاستغلال. فهي إيمان اليوم مش محتاجة الشفقة ديال الناس، ولكن محتاجة العدالة، محتاجة أنه المجتمع كامل يوقف معاها ماشي يشمت فيها. وأنا متأكدة أنه الله سبحانه وتعالى غادي ياخد الحق ديالها. كانت هذه هي القصة ديال اليوم. شكرا لكم على الاستماع، ونتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة وقصة جديدة. خليو لي الآراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش الاشتراك في القناة.